الله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أحمده تعالى على نعمة الإسلام والإيمان وأسأله الثبات على الحق حتى الممات، وأشهد بأنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فاللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من خير أهل ملته واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله جل جلاله، اتقوه حق التقوى، وذلك بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تزود من التقوى فإنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر. إخوة الإيمان، مآسي المسلمين كثيرة وأزمات المسلمين تترى. هذه الأمة المكلومة المجروحة التي جراحها تتلو جراحا، هذه الأمة التي كلما انفغر وانفجر جرح تبعه جرح آخر ليبتلي الله تعالى هذه الأمة حتى تعود إلى دينها. إنها مأساة من مآسي المسلمين الغائبة التي غابت عن كثير من المسلمين وهم منشغلون بجراحاتهم في أوطانهم ومن حولهم. إنها مأساة أمة طالما رفدت هذه الأمة بالعلماء والعباقرة وأهل الفقه. إنها بلاد البخاري والترمذي، إنها بلاد المفسرين والفقهاء والمحدثين والعلماء، إنها تركستان الشرقية، هذه البلاد المنسية التي تطاول عليها الصينيون الشيوعيون، والتي تآمر الغرب الكافر مع الصينيين الشيوعيين على إبادة المسلمين فيها. تركستان كثير من المسلمين لا يعرف موقعها. تركستان الشرقية هذه مساحتها 1,000,000 ميل مربع، هذه يقطنها أكثر من 13 مليون نسمة. تركستان الشرقية التي تقع في وسط آسيا، يحدها من الشمال روسيا، ومن الغرب كازاخستان وقرقيزيا وطاجكستان، ومن الجنوب باكستان والهند، ومن الشرق الصين، ومن الشمال الشرقي منغوليا. هذه تعج بأهل الإسلام، دخلها الإسلام حين مضت جحافل الإسلام نحو المشرق تعبر وسط آسيا، يقودها القائد الهمام البطل قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى حتى وصل إلى تلك الأنحاء. ومع نهاية القرن الأول الهجري انتشر الإسلام هنالك في عهد الأمويين والعباسيين، حتى أسلم الخاقان ستوغ بوغرا سنة 232 هجرية، وأسلم من بعده أبناؤه هارون وموسى
وسرت العربية في تلك الديار، وأنجبت تركستان الشرقية أمثال البخاري والترمذي. وهكذا مضت العربية ومضى الإسلام أكثر من 1000 عام، إلى أن جاء المنشوريون الصينيون بكفرهم ليعكروا صفو هذه الحضارة التي قامت بكل هذا العلم وبكل هذا الفهم وبكل هؤلاء العلماء، إلى أن جاء الشيوعيون الصينيون فأخذوا مقاليد الحكم سنة 1949 ليمارسوا مع إخواننا من أهل الإسلام هنالك كل ألوان المسخ العقائدي. أرادوا أن يمسخوا المسلمين مسخا، ألغوا الكتابة بالعربية، مع أن العربية كانت هي اللغة الرسمية لمدة 1000 عام. أتلفوا 730 ألف كتاب، 730 ألفا من المخطوطات فيها نسخ القرآن الكريم تحت شعار محاربة الماضي. صادروا ممتلكات الوقف الإسلامي لقطع موارد الأنشطة الدينية باسم الاستصلاح الزراعي. أغلقوا المدارس التي الملحقة بالمساجد، وأجبروا أبناء المسلمين على تعلم الإلحاد والشيوعية ومبادئ ماركس ولينين وماو تسونغ وهؤلاء الشياطين. لم يكتفوا بهذا، وإنما عمدوا كذلك أيضا، عمدوا إلى المساجد التي كانت كثيرة وفيرة فهدموا تلك المساجد. أغلقوا 29 ألف مسجد في جميع أنحاء تركستان الشرقية، حولوها إلى سكنات للعسكر واسطبلات للخيول ومجازر. قتلوا 54 ألف إمام مسجد، وتم تعذيبهم وتشغيلهم بالسخرة في تنظيف المجاري والعناية بأمر الخنازير. أرغموا أئمة المساجد على تربية الخنازير وعلى تنظيف المجاري إهانة لأهل الإسلام. رغم ذلك قاوم المسلمون وقاموا بالدفاع عن عقيدتهم. قاموا في سبيل من سنة 50 إلى سنة 72 وهم في جهاد مستمر مع هذه السلطات، رغم أن الأمر خف قليلا بعد موت الطاغية المجرم ماو تسونغ، إلا أن الأمر استمر والتنكيل استمر. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة في هذه السنوات وما بعدها 360 ألف شخص قتلوا، هرب أكثر من 100 ألف مسلم ولجأوا إلى بلدان كثيرة في تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وغيرها من هذه البلاد. رفعت الصين الشعبية شعاراً في بداية التسعينات 1990، هذا الشعار هو فتح تركستان الشرقية. وماذا يعنون بذلك؟ تغيير التركيبة السكانية، فأوعزوا إلى الصينيين الملاحدة والوثنيين إلى أن يحلوا محل السكان الأصليين. وجاء المستعمرون الشيوعيون الصينيون حتى أصبح المستعمرون الصينيون عددهم زهاء 60% تقريبا، قل نسبة السكان الأصليين إلى 40%. وضعوا قوانين صارمة لملاحقة مظاهر الإسلام مثل الصيام، تعليم القرآن، تعليم اللغة العربية. غرموا بعض مدرسي القرآن $100,000، وغرموا 6 من الشباب
في بعض الوقائع والمحاكم 150 دولار ولذويهم أيضا. لاحقوا أهالي الطلاب الذين خرجوا من ديارهم من أجل طلب العلم هنا في السودان وفي الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وفي الأزهر وفي غيرها من البلدان وتركيا. لاحقوا أهالي هؤلاء من أجل الضغط على هؤلاء الطلاب أن يرجعوا ليقبعوا في سجون هؤلاء المجرمين. هذا كله يحدث في الصين، في الصين التي لها علاقة بكل بلدان المسلمين، وما تحرك لأجل المطالبة بحقوق هؤلاء إلا قلة من الدول، مثل تركيا التي طالبت مرارا بحفظ حقوق المسلمين في تركستان الشرقية. ومما يندى له الجبين، مما لا يصدقه عقل مسلم، أن يصل المسلمون اليوم إلى ما وصلوا إليه. ما جاءتنا من أخبار من أرض الكنانة، أرض مصر التي قال الله عنها حكاية عن الكريم يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بينما الطلاب الإيغور المسلمون هنالك بالمئات، إذا بالسلطات المصرية بعد زيارة وفد أمني صيني إلى مصر تلاحق هؤلاء الطلاب في مساكنهم، تلاحق هؤلاء الطلاب في المطاعم، وتأخذ مجموعات منهم إلى السفارة الصينية للتحقيق معهم، وتزج بهم في السجون، حتى من هرب ووصل إلى المطار من أجل أن يخرج من مصر لوحق وأخذ وزج به في السجون. من 3 أيام تصلنا الأخبار ويتصل بنا علماء تركستان، الأمين العام لعلماء تركستان الشرقية أفادنا وزودنا بالمعلومات الأكيدة الصحيحة عن ملاحقة هؤلاء الطلاب في ال3 الأيام الماضية بدءا من الجمعة الماضية. هؤلاء ما ذنبهم؟ ماذا فعلوا وقد أعطي لهم الأمان؟ إن هذا من الخيانة والغدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يرفع لكل غادر لواؤه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. فلا يجوز بأي حال من الأحوال تسليم هؤلاء إلى السلطات الصينية. يقول لنا الأمين العام لعلماء تركستان: إن المصيبة أن هؤلاء إذا أخذوا إلى الصين لا يعرف بهم أحد، فمنهم القتيل ومنهم السجين ومنهم المعذب. فهل يسلم المسلم؟ هل يخذل المسلم المسلمين؟ إننا نهيب بعلماء الأزهر وبمشيخة الأزهر وبأهل مصر بأرض الكنانة، نهيب بهم أن يمنعوا تسليم هؤلاء إلى هؤلاء المجرمين. ونعلم أن في مصر من النخوة ومن الرجولة ومن الغيرة للإسلام ما هو الشيء العظيم. ولذلك فإننا نوجه هذا النداء إلى السلطات المصرية وإلى علماء مصر وإلى مشيخة الأزهر وإلى العلماء أن يوقفوا تسليم هؤلاء. أكثر من 500 طالب أزواجهم زوجاتهم هربن من بيوتهن من أجل خوفا من الملاحقة. يحدث ما ذنب هؤلاء؟ إن على المسلمين جميعا، حكومات وشعوبا ومنظمات، ألا يسمحوا بمثل هذا أن يقع في بلاد المسلمين، بل على العكس ينبغي أن يعلوا وأن يطالبوا بحقوق هؤلاء المسلمين في تركستان الشرقية. هنالك مصالح اقتصادية تربطنا بالصين، يمكننا أن نضغط على الصين من خلال هذه المصالح الاقتصادية أن يعطوا المسلمين حقوقهم، ألا يحرموا حقوقهم. على منظمة التعاون الإسلامي أن تقوم بدورها، على رابطة العالم الإسلامي أن تقوم بدورها للذود والدفاع عن هؤلاء.
لا ينبغي أن نقف متفرجين. من خذل مسلما في موطن يريد الله تعالى نصرته فيه خذله الله تعالى في موطن يحب فيه النصرة في يوم من الأيام. فالدائرة تدور على الباغين وعلى على الذين يخذلون المسلمين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ هؤلاء الطلاب وأن يرجعهم إلى مساكنهم سالمين آمنين. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين المكلومين في تركستان الشرقية، وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا، وأن يجعل الفرج والمخرج أيضا لسائر إخواننا المظلومين في بلاد الشام أو في العراق أو في إفريقيا الوسطى أو في غيرها من البلدان، وأن يهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين.